صوت الصحافة، نبض الخبر. هل يتجه حكيم زياش إلى أمريكا؟ لم يتعاقد حكيم زياش مع أي فريق بعد، ولا يزال بلا ناد منذ رحيله عن الدحيل القطري الذي انضم إليه لمدة 4 أشهر فقط. ولا يزال الدولي المغربي يحظى باهتمام العديد من الأندية. في إسبانيا أفادت تقارير إعلامية أن إلتشي وإشبيلية مهتمان بخدماته، كما أفادت تقارير إعلامية أخرى أن آياكس الهولندي فكر في التعاقد معه لكنه تراجع في النهاية. كما لا يزال أسد الأطلس قيد المناقشة والتفاوض في إيطاليا والبرازيل. وتعد البطولة الأمريكية خيارا جادا بالنسبة لزياش خارج أوروبا. وأفادت تقارير إعلامية أن العديد من أندية أمريكا الشمالية عرضت على زياش عقد لاعب مميز مما يسمح له بتجاوز سقف الرواتب. ومع ذلك لم تصل أي عروض حتى الآن، ولم يتم الكشف عن أسماء الأندية المهتمة بالتعاقد معه. في سن 32 لا يزال المخضرم المغربي صاحب اليسرى الرائعة وصانع الألعاب، قادرا على إضفاء الإبداع والتأثير على أرض الملعب سواء في أوروبا أو في أمريكا الشمالية. وستكون وجهته القادمة محل متابعة دقيقة من قبل جماهير ومتابعي كرة القدم المغربية. صوت الصحافة، نبض الخبر.